السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أتمنى دايما تكونوا بخير. صباح الخير عليكم أو مساء النور في التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو دلوقتي. بعد فيديو طويل قلت أرجع كده أثير الجدل وأنزل لكم حاجة بسيطة يعني تقدروا تستفيدوا منها. الفترة اللي فاتت دي كلها كان الناس كان معظم الناس مشغولة بال AI. ال AI هياخد مكان المبرمجين، وال AI بقى هو المستقبل والدنيا دي كلها. فخلينا نتماشى مع العصر ونشوف ايه يعني. مثلا انا من تجربتي، ايه اكتر حاجه حبيتها، ايه كان احسن يعني اي اتعاملت معاه. وخلينا نشوف مع بعض يعني. انا جربت كلود وجربت كيرسر وجربت لافابول وجربت مانس وجربت حاجات كتير. يعني بصراحه من كل حاجه بتميز في مكانه يعني. يعني مثلا كلود هو اللي منتشر حاليا وهو اللي الناس كلها طالعه بيه ترند. فكروت جامد جدا في الكود يعني تمام. لكن انت لو حابب تتكلم بقى، عايز حد تتكلم معاه وتشات معاه ويطلع لك يعني بلان او مثلا حاجه تاخد وتدي معاه. فانا شايف ان الموديل الاخير بتاع شات جي بي تي كان افضل في طريقه الكلام معاه. طيب انا لو محتاج ديزاين فول، بصراحه يعني كيرفر وكلود الاثنين كانوا بيطلعوا ديزاين، بس مش بيطلعوا بنفس الحاجه اللي كنت انا راسمها. يعني انت لازم تشرح له بالظبط، وفي نفس الوقت في حاجات ممكن تقع منك انت مش واخد بالك، فهو مش هيحط في الحسبان ده. فبالنسبه لي كان افضل حد رسم يعني رسم معايا سايت كامل فول ستاك بشكل جامد، كان هو لافابول. وده محتوى الفيديو بتاعنا النهارده. يعني انا هشرح لافابول ازاي تسجل عليه، وازاي تبعت البومب احترافي، وفي نفس الوقت ازاي تحمل السورس كود بدون بقى ما تربطه على الجيت هاب ولا اي حاجه. هو السورس كود قدامك هتقدر تحمله كله، ملف تبدا اي بي وتنزل السورس كود وتعيش وتعايش معاه يعني بدون انا شايف. تمام. خلينا قبل ما نبدا في الشرح، لو انت اول مره تشوف فيديوهاتنا ومش مشترك في القناه، تشترك على زرار الاشتراك وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك اشعارات بكل جديد. تمام. كل اللي احنا محتاجينه هو موقع لافابول. هنبتدي نخش عليه، هيطلب منك تسجيل دخول. لو انت عامل عليه حساب هتعمل لوجن، لو انت عامل هتعمل جيت ستارت. تمام. بعد كده هو هنا يقول لك انت عايز تسجل بحساب جوجل ولا هتسجل بالجيت هاب ولا هتكتب انت الايميل يدوي. فخليني اسجل انا الايميل يدوي، وهبتدي احط الايميل الجديد اللي انا عاوز اسجل بيه. خليني بس اروح على الجميل، اجيب اخد الايميل كوبي وارجع له. تمام. انا جبت الايميل، هحط اسمه وبعد كده كونتينيو. هيطلب مني هنا باسورد. طبعا الباسورد لازم يكون على الأقل 8 حروف ويكون في أرقام. تمام. فخليني أحط أنا برضو باسورد كده. تمام. وأبتدي أعمل كريت تو أكونت. تمام. وأنا تقريبا المفروض إن في ده كونتينيو. تقريبا الباسورد مش محقق كل خلينا نشيل وقت الباسورد التاني عليكم. الأساس الأساسي هو المشكلة هنا مش في الباسورد، المشكلة إن أنا في كابتشا هنا مش ظاهرة. فخليني أفتح من براوزر خفي ونكمل مع بعضينا. تمام. بعد ما فتحت من براوزر خفي كتبت الايميل وكتبت الباسورد، بعد كده جبت ريتش المفروض اضيف عليها، وبعد كده هعمل كريت. تمام. هو هنا كده هيبتدي يعمل لي الاكونت بتاعي، وخلينا نشوف مع بعضينا ايه اللي هيحصل. هنا بيقول لي ان هو محتاج رساله جات لك على الميل، فبيقول لك افتح الجيميل وهات اللينك اللي بعته. ثواني خلينا نجيب اللينك. طبعا دي رساله بتوصل لك، هي رساله جايه لك من لافابول فيها اللينك بتاع الابلكيشن اللي انت هتفعل بيه. انا هنا هاخده كوبي وهروح تاني للبراوزر بتاعي عشان اكمل حسابات، وهعمل بيست لللينك وهيبتدي يقول لي فيريفايد للايميل. وهنا قال لي ايرور. خلينا نشوف الايرور بالسبب دي. اعتقد ان هو كده اتفعل، فخلينا نعمل بيست هنا فيريفايد. تمام. هو كده اتفعل. هيقول لي انت محتاج دارك مود ولا لايت مود. فانا اخترت اللايت مود، وبعد كده هيقول لك اكتب اسمك، فهقول له مثلا وليكن اسمي محمد. هو عايز يكون اسم محمد بس. انا دوست على اي حاجه مش مشكله، وبعد كده ممكن اشيله. تمام. هنا بيقول لي ان
0.7 is not available اللي هو بتاع كلود أصلا. الموديل الجديد ده نزل، فأنا يعني بصراحة مجربتوش، بس خلينا نكمل شرح للسايت. تمام. هنا كده السايت يعني اشتغل معايا لافابول كده شغال ومسجل أكونت ومستني منه برومبت وهيبتدي يشتغل على البرومبت ده. طيب في ناس هتقول لي طب ما احنا لافابول في كريدت ومش عارف ايه ومش ببلاش. هقول لك يعني لو الفيديو ده جاب مشاهدات كتير، فان شاء الله الشرح الجاي هيكون ازاي تزود المواد بتاعتك في الاكونت بتاع لافابول بتاعك المجاني. تمام. طيب الخطوه الجايه المفروض انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اكتب له فكره بروجكت كامل، وانا ما بعرفش اكتب انجليزي، ما بعرفش مثلا اكون جمله بالانجليزي او ان انا اكلمه كده انجليزي وهو يفهم بشكل كويس. اقول لك الموضوع بسيط، انت كده انت ممكن بطريقه سهله هتخش على شات جي بي تي. تمام. وهتيجي تكتب له هنا انا محتاج تكتب كل حاجه بالعربي عادي، تقول له اعمل لي برومبت، يعني خليني اجهز برومبت وارجع لكم. تمام. ده كده برومبت بسيط او حاجه بسيطه، يعني اللي شات جي بي تي هيعمل لي هو بيها برومبت. انا بقول له هنا اعمل لي برومبت احترافي، ندخل له يعني الكلام الانجليزي مع العربي بس بيبقى متساعد شويه. بقول له اعمل لي برومبت احترافي لبروجكت هيتعمل عن مطعم بالكامل، وليكن يعني مثلا خلينا حاليا هنعمل بروجكت المطعم. وطبعا بقول له ان المطعم فيه كذا صنف بقى وفيه مأكولات ومشروبات، يعني توصف له بقى البروجكت بتاعك هيبقى ماشي ازاي. طبعا أنا هنا مجرد يعني كلام بسيط انا بعته له عشان بس يعني مش عايز اطول مده في الفيديو. تمام. خليني ابعت كده في الفيديو واتصل بشات جي بي تي يقول لي زي ما انت شايف كده بدأ هو يكتب لي البرومبت بالشكل يعني اللي الاي اي هيقدر يفهمه بيه. تمام. زي ما انت شايف كده هاجي هنا كده اروح واخد البرومبت ده كله كده لحد الاخر كده، وهروح جاي هنا اللافابول وابعته للافابول. في ناس هتقول لي لافابول بيفهم عربي، اقول لك يعني لافابول ايوه بيفهم عربي ممكن تكلمه عربي، بس ما بيفضلش ان انت تتكلمه عربي لان هيسحب منك سيكونس اكتر او هيسحب منك كريدت اكتر. تمام. وفي حاجات ممكن ما يفهمهاش منك اوضح كمان. فخليني هنا كده هقول له بيلد وهقول له سند، وهنبتدي نشوف بقى لافابول هنعمل ايه. يعني خلينا نشوف مع بعضنا كده هيبتدي يعمل يو اي عامل ازاي، هيبتدي يعمل سيستم كامل عامل ازاي. يعني خلينا نشوف مع بعضنا كده. طبعا في نهاية الفيديو ده هقول لكم ازاي تحمل التست كود بعد ما تخلص البروجكت وبطريقة سهلة جدا. تمام. آه زي ما انت شايف هو هنا كده في قلب شوية أسئلة. نقول له بيسألك هنا انت عايز يعني جودة فرونت اند، انت عايز فرونت اند زي وركينج ستارت ونوبلمنت ولا فول ستاك وجافا كلاود. فانا بالنسبه لي انا مثلا محتاج فرونت، فاقول له مثلا اعمل لي فرونت. هيبتدي يسالك شويه اسئله انت ممكن ترد عليها، ممكن ارد عليها باي حاجه حاليا. خلينا مثلا في الشرح مثلا آه، خلينا هنا نقول له مالتي لانجوج ومع انيميشن ورقم ستوديو. خلينا نعمل واقول له سبميت واقول له هنا سكيب، وهيبتدي يكمل البروجكت بتاعك. طبعا هنا انت معاك يعني 4 كريدت بوينت 70. فيعني ان شاء الله لو لقيت في ساعة على فيديو هنزل لكم طريقة ازاي تسوي فيها اكسل. تمام. طبعا هو هنا ابتدى يكريت بقى هو صور ويتخيل فكرة الموقع زي ما انت شايف، عمال يرسم لك صور مأكولات وحاجات زي كده، باعتبار ان المأكولات دي عندك دي مجرد صور انت تقدر تغيرها عادي. بس خلينا نشوف هو يعني الصور اللي هو عاملها ديت، يعني هو دي الصور دي هو اللي مكريتها. تمام. هتكون مناسبة ومتناسقة مع الألوان اللي هتتعمل ولا إيه الدنيا. فخلينا مع بعضنا كده وهنشوف إيه اللي هيحصل. تمام. أنا ممكن بس هنا أوقف مدة الفيديو عشان لحد ما نخلص عشان ما نطولش عليكم. خلينا أوقف وأرجع لكم بعد ما أخلص. تمام يا شباب، رجعت لكم تاني بعد ما خلص هنا كل الحاجات اللي كان بيعملها وبدأ يظهر لي السيستم على اليمين. يعني كده لو كبرنا هنا احنا ممكن نعمل
طبعا ماشي. section. تمام، احنا هنا كده بنعمله ببلش عشان نقدر نبعت مثلا لينك لأي حد. آم، تمام. ولو احنا عايزين نشوف، احنا ممكن نعمل هنا نكبر دي كده، نشوف لحد ما الببلش يخلص. ولو انت قايل له ان هو يعمل لك كذا صفحه، بتلاقي الصفحات اللي هو عملها بتظهر هنا. فحاليا هو مش عامل غير صفحه واحده بس، اللي هي المين او الهوم بيج. تمام. ف اللي هي دي كده صفحه اليوم. تعالى نستكشف مع بعضينا كده ونشوف بقت عامل ازاي. يعني بصراحه من النظره الاولى عاجبني. يعني بصراحه شكل مثلا الباراجراف وشكل مثلا دي اللغه، حتى كمان هو بيهندل لك اللغه، يعني مثل الفرنساوي، ده بالانجلش، الدارك مود واللايت مود. يعني مش ضاغطهم قوي، بس يعني مش وحش، كويس. بس الالوان هنا حاسس ان هي غامقه سيكا. تمام. وعامل كمان هنا يعني طيب بقى جانبي بيظهر فيه الاوردر بتاعتك، وحتى الزرار عامل له جريدينت كده كلر، بتسكرول لتحت خالص عشان لو عايز تحجز اوردر. خلينا نمشي واحدة واحدة كده مع بعضينا. هنا بيقول لي سكرول، لو دوست عليها هتنزل لي الصفحة اللي بعديها. فيعني في تفاصيل وحاجات كده بصراحة، يعني من النظرة الأولى كده والسايت اتعمل لي في 3 دقايق، فدي حاجة جامدة جدا. ويعني أنا شايف إن هنا حاجة توب التوب. كمان هنا التفاصيل، هنا سعر الوجبة، التايتل، الديسكريبشن، تقدر تضيفها للكارد عندك. تمام. في تاكس هنا كمان. تمام. هو هنا طبعا مش عامل لك صفحة الكارد، فممكن تقول له بقى تكمل على البرومبت وتقول له اعمل لي صفحة الكارد. تمام. وبالمناسبة انت ممكن تكلمه عربي برضه، يعني تعالى نشوف كده. نقول له صفحة، نقول له مثلا صفحة البرتقال. تمام. وهنبتدي نكمل، هنلاقي هنا عامل كده. انا مش عارف هو هيكون مشغل السيشن اللي هو فعلا شغال، يعني مش حتى شغال. وعامل كمان كاتيجوري هنا زي ما انت شايف كده، في مثلا الاول، وفي الاطباق، وفي التحلية، يعني على حسب الأصناف اللي أنت حاططها. تمام. تمام. خلينا ننزل تحت كده ونشوف باقي السايت. هنا طبعا حاجة اسمها سبيشال أوفر، لو أنت عندك حاجات بخصومات والدنيا ديت، فبتظهر في السكشن ده. وطبعا هنا سكشن تاني في الآخر تقييمات من العملاء و الريسيرش بتاعنا. تمام. وكمان هنا كمان حاطط لك اللوكيشن بالرقم التليفون بالايميل. برضه الجزء ده شكله جامد قوي يعني بصراحه. يعني تقييمي 9/10. تمام. يعني جامد جدا يعني. فكره ان السايز يطلع لك كده بالشكل ده متكامل، فاهم، في كل حاجه، كيو اي، يعني كدارك مود ولايت مود، ومثلا حجوزات زي ما انت شايف حتى هنا. بدأ يهندل الجزء ده. هو يقول لك انت عايز كام واحده، والسعر بيتظبط، كل حاجه تلقائي، وبعد كده تعمل تشيك اوت. تمام. طبعا انت هنا لسه ما عملتش حته التشيك اوت، وفي هنا كروت نفسي كمان معموله، وكمان عاملها بشكل ان هي تقدر تسحبها. جامد يعني، جامد يا جدعان بصراحه. حتى الانيميشن اللي فيه برضه يعني انيميشن لطيف وخفيف كده، مريح للعين. يعني حتى اللي هو مش اللي هو مزعج، لا يعني انيميشن بسيط. حتى مثلا لما تيجي تهفر مثلا على الصوره هنا كده، بس الشكل اللي عامل ازاي. فبصراحة يعني أعطيه 10/10 نجمة. تمام. طيب خليني بقى، أنا محتاج أنزل الكود. أنزل الكود إزاي؟ في هنا علامة اسمها دي كده اللي بيكون مكتوب فيها الكود كله. تمام. خلينا نشوف برضه الببلش. زي ما أنت شايف كده، هو ادانا هنا لينك نقدر نفتحه ونشوف منه السايت بتاعنا. ده كده السايت بتاعنا عرفناها كاملة. تقدر يعني تسكرول وتشوف فيه الشكل عامل ازاي، وتقدر كمان تشوفه على الموبايل لو انت حابب تشغله على الموبايل. مثلا وليكن شغاله على ايفون 12 برو.
كده انت شايف شكل على الموبايل انا عامل ازاي، الكارت يعني نزل تحت العضيفه. مهندل لك هو كل حاجه، يعني هو مهندل لك حتى الريسبونسز على الموبايل، على البي سي، على اللابتوب، على الايباد. كل ما هو يعني شاشات مختلفه هتلاقي الديزاين متظبط عليه. تمام. طيب انا دلوقتي بقى الحته المهمه في الفيديو كله، انا عايز احمل السوفت وير. واحد يقول لي طب ما انا ممكن اخش هنا على الكود، طب ما هو كده كده مديني الكود. اقول لك يا اخي انت مديك هنا الكود ومديك كمان داونلود، بس انت الداونلود هنا انت بتحمل فايل. يعني انت كده هنا كده في فايل الاندكس، هتدوس عليه داونلود هتلاقي بص يحمل لك فايل. زي ما انت شايف يحمل لك فايل الاندكس كتير كتير. طيب انا عايز احمل كله، دور بقى يمين شمال مش هتلاقي اي داونلود للكود كله. انا اكيد مش هقعد احمل فايل، خصوصا ان هو هنا حاطط لك فايلات كتير. طيب انا هعمل ايه؟ اكيد دي مش هتعدي مننا، واكيد اللي بيتفرج علينا عارف ان احنا يعني ما بنقولش حاجه زي كده. فطبعا انا جايب لك اكستنشن. الاكستنشن دي كلها 2 ميجا، هتحملها وتلاقوا هتنزل معاك. تمام. هتبتدي تنزل معاك في الداونلود. بعد ما تحمل الاكستنشن هترجع تاني كده لنافابل، وهتفتح جوجل كروم عادي، وهتدوس على علامه الاكستنشن اللي فوق ديت. تمام. وهتعمل مانج اكستنشن. تمام. بمجرد ما هتعمل مانج اكستنشن هيجيب لك كل الاكستنشن اللي عندك في جوجل كروم. احنا بس كل اللي عليك ان انت هتفعل الديفلوبر مود من هنا لو مش هينفع. يعني هتلاقي في فوق علامه كده اسمها ديفلوبر مود، هتفعلها. بعد ما تفعلها هتدوس لود اند. تمام. هتيجي كده تدوس لود اند وتختار الداونلود عندك. تمام. ادي الداونلود. هتلاقي الفايل بتاعك اللي المفروض انت هتفك الضغط بتاعه الاول. فاحنا نسينا نفك الضغط. تعالى نفك الضغط مع بعضينا. بس على الداونلود. ده الفايل اللي انا نزلته اهوت. تمام. ده ملف ريد باي دي. هنعمل كده ونيجي عاملين كده اكستراكت. تمام. بعد ما عملت اكستراكت هير بعد كده اخرج وادوس تاني لود اندك هنا، وهبتدي اختار الفولدر اللي انا عملت له اكستراكت. هتلاقيه في الداونلود. هتلاقي الفولدر اسمه لافابول زد اي دي. هتخش عليه وتدوس سيلكت فولدر. تمام. او تختار الفولدر من بره وتدوس سيلكت فولدر. بعد ما دوست عليها هتلاقي هنا الاداه نزلت بالاسم ده لافابول سورس زد اي دي داونلود. تمام. هنرجع تاني للافابول. طبعا انا هنا كنت فاتح براوزر خفي، فخليني ادي الاداه اسمح لها في البراوزر الخفي برضه عشان تظهر معانا جوه. تمام. كده المفروض الاداه هتظهر معايا هنا في الاكستنشن. تمام. آه الخطوه اللي بعد كده المفروض الظاهره ديت هعمل ريفرش هنا كده في السايت. ومجرد ما اعمل ريفرش هلاقي زرار هنا ظهر علامه الداونلود. طب انا الزرار ده لو دوست عليه ايه اللي هيحصل؟ تعالى نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انت شايف هنا كده انت عندك هنا بابليك وعندك سورس وعندك فايلات بره، وجوه السورس في فايلات جوه، في اسيتس وكومبوننت وهوك. تعالى نجرب ندوس كده على ميد باي ميديا. هو هنا بيقول لي ان ستيشن كوكيز نوت فاوند. محتاج اعمل ريفرش. خليني اعمل ريفرش كده واجرب. هو في الاغلب عشان انا فاتح متصفح خفي فهو مش قادر يدخل الكوكيز. الكلام ده انت شايف هنا بدأ يعني كده اراه هيقول لك اختار المكان اللي انت عاوز تنزل فيه الداتا. فهقول له مثلا نزل لي في الداونلود وهقول له سيف. زي ما انت شايف كده يعني بدأ ينزل اهوت الفايل. خلينا نجرب نفتح الفايل اللي نزل ونشوف عامل ازاي. بمجرد ما افتح ده كده فايل زد اي دي نزل. تعال نشوف كده مع بعضينا عبارة عن ايه. اول حاجة عبارة عن ملف بابليك. ملف البابليك فيه 3 صور اهوت، او الصورة والاف جي وملف الكتب كده زي ما موجود هنا بالظبط. وعندك برضه الصورة هنا زي ما انت شايف نازل بكل التفاصيل، بكل الفايل، بكل حاجة. يعني الاب سي اس اس والاب سي اس اس والاندكس سي اس اس. كل الفايل. لو دخلت برضه على اي واحدة فيهم يعني مثلا البيجز هتلاقي هنا صفحة النوت فاوند وصفحة الاندكس دولت المعمولين. لو فتحتها هنا برضه هتلاقي فين دول. تمام. طبعا لو فتحت الكومبوننت برضه هتلاقي كل الفايلز نازلة معاك. ادي الكومبوننت كل الفايلز اهي واليو اي كل الفايلز هنا. وده كده القصة كود كامل متكامل نزل.
لحد هنا كده يعني يعتبر الجزء الأول من لافابول. لو لقيت فيه دعم مستمر أو لقيت يعني الفيديو جاب تفاعل كويس، هبتدي أنزل لك الجزء التاني. هيكون في الأغلب إن إزاي أزود الكريدت بتاع لافابول في الأكونت الشخصي بتاعي، وبدون فلوس طبعا زي ما إحنا عارفين. لحد كده أكون وصلت لنهاية الشرح في شرح النهاردة. يعني أتمنى يكون عجبكم. ولو وصلت معايا النقطة ديت متنساش تعمل لي اشتراك ولايك على الفيديو عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.